السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جمال الصيف. رجعت لكم تاني بفيديو بقى من مرسى مطروح، شاطئ الغرام بتاع ليلى مراد. فاكرين فيلم ليلى مراد والصخرة اللي اتصورت عليها في الشاطئ الغرام؟ هو ده شاطئ الغرام. اول ما دخلته كده وعرفت ان ده شاطئ الغرام بتاع ليلى مراد قلت لا لازم اصور. والدخلة بتاعته باينة طبيعي لوحدها ما شاء الله عليها. وادي الشاطئ بصوا الناس عايمة لغاية فين، ما تحسوش لا غريق ولا. بصوا لون المية، احلى حاجه في مرسى مطروح الميه لونها، والعمق مفيش، واطفال تبقى امنين عليهم. واحلى حاجه كمان في شاطئ الغرام ده، بصوا بقى هنا، سيبكم مع صوت الميه. تحت الميه كنا عايمين، كان في سمك تحت كنا بنحاول نصطاده او نمسكه او نصوره. طبعا ما عرفناش نمسك ولا سمكه، بس البحر من تحت مليان سمك في منتهى الجمال، شفاف وصغير. بصوا بقى هنا جوله حوالين الميه، حوالين البحر. الميه قدامك ووراك، يعني تبقوا قاعدين على الشط، الميه قدامكم ووراكم، ورا بقى زي، يعني هوريكم دلوقتي الصخور بيطلع منها ميه جايه من البحر سبحان الله، بترمي على ورا. ميه دافيه ونقيه برضو في منتهى الجمال. التذكره في مرسى مطروح في الشاطئ بتاع الغرام ده ب75 جنيه. اهي الصخره بتاعت ليلى مراد اهي، التذكرة اهي اللي عدت دي. التذكرة ب75 جنيه، شاملة بقى كراسي، وبصوا لون المية تحفة، الكراسي والشماسي وكل حاجة جوه الشاطئ ده. ب75 جنيه اللي هي رسوم الدخول بس. غير كده بقى لو انتوا عايزين تشتروا بقى شيبسي ولا حاجة ساقعة ولا أي حاجة من جوه، كل حاجة مرة ونص. يعني كيس الشيبسي أبو 5 ب7 ونص، الحاجة 5 10 تلاقيها ب15، وهكذا. كوباية الشاي هناك ب25 جنيه، النسكافيه ب50 جنيه. الحاجة هناك غالية. فخدوا اكلكم وخدوا حاجتكم معاكم وشيبسياتكم وكل حاجة. بصوا لون الصخور وجمالها، هتستمتعوا جدا 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 بالمكان، رائع. وبصوا التصوير هناك لو حد عاوز يعمل بقى يصور او يعمل فيديو او اي حاجة هناك. الاماكن بصوا شكل الصخور نفسها تحفة ازاي، وشكل المية رهيبة رهيبة رهيبة. المتعة في المية، تحس المية شايلاك حتى لو متعرفش تعوم، تحس انت سباح عالمي جوه المية. لون المية مريح جدا للعين، والجو جميل جميل جميل. وما شاء الله عليها. هي تبعد عن البلد تقريبا نص ساعة في العربية. ب75 جنيه تدخلوا حاجتكم معاكوا. بصوا لون المية تحفة تحفة تحفة. الموج ده على فكرة وانتوا في المية ما مش هتحسوا بيه خالص خالص خالص. الجو هناك جميل. بصوا كله قاعد سايب المية قاعد يتفرج على جمالها، رهيبة. بصوا الفتحات اللي في الصخور دي بيطلع منها ساعات سمك، بيطلع منها المية اللي بتيجي من البحر دي، بترمي على ورا. وورا خالص في مية بقى برضو نقية عميقة لتحت كده، اللي عايز يعوم توصل لغاية كتافه، مية دافية جدا. يعني جيت اصلي مبقتش عارفة القبلة فين، فين البحر اللي ورايا، البحر حواليا من كل الاتجاهات. بصوا الصخرة اهي جت تاني اهي، انا عمالة الف لكم واجيب لكم البحر يمين وشمال ومن ورا ومن قدام عشان تشوفوا جماله. تحفة تحفة تحفة. شاطئ الغرام ده بصراحة من كتر جماله رحناه مرتين في الأسبوع اللي قعدناه في مرسى مطروح. وفي شاطئ الأبيض كمان اللي هو البلو بيتش، القوات المسلحة، حلو جدا برضو، والتذكرة ب50 جنيه. وهناك بقى في الشاطئ هناك الحاجات في القوات المسلحة، الشاطئ الخاص ب100 جنيه لو هتدخل مدني. كوباية الشاي ب10 جنيه، نسكافيه ب30 جنيه. حاجة بصوا ده الشاطئ اللي من خلفنا اللي من ورانا. في منتهى الجمال. في بقى المزايا والمنطاد اللي بيطير من فوق ده، كل حاجة كانت موجودة متوفرة. بس احنا ما ركبناش حاجة من دي خالص بصراحة، لأن الحاجة هناك غالية جدا. اللي بيطير من فوق ده كان ب500 جنيه تقريبا أو ب400 جنيه. ايه، البنانة دي مش عارفة برضو كانت ب100 ولا 150 200 حاجة كده، برضو أسعار ملهاش لازمة بصراحة. احنا رايحين نستمتع، معانا قرشين زيادة ماشي، مفيش، ادينا استمتعنا وقعدنا. وفي الاخر بقى هوريكم لسه الملاهي. نزلنا البلد بالليل بقى، الملاهي مليانه كل حاجه فيها. المراجيح اشكال والوان هناك، والتذكره ب30 جنيه، بيت الرعب، المرجحه اللي بتقلب مش عارفه ايه. وفي اللي هو البلاي ستيشن للاطفال ب25 جنيه. في ايس كريم ب15 جنيه. كل حاجه هناك طبعا اسعار سياحيه. اهي الملاهي اهي.
يعني ما صورتش كتير فيها، بس فيها كل حاجة كل حاجة كل حاجة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. اللي وصل معايا لغاية هنا يحط لايك يا ريت، واشوفكم فيديو جديد. مع السلامة، السلام عليكم.